يعني إيه تنتقم من حد بطريقة ذكية؟ هل الانتقام فن فعلا ولا مجرد غلطة بتخليك تندم بعدين؟ في الحلقة دي هنكسر مع بعض كتاب فن الانتقام بكل بساطة كده، هنفهم إيه اللي جواه وهنشوف المفروض ينفع نطبق النصايح دي في حياتنا ولا لأ. فاكرين لما حد بنحبه أو وثقنا فيه بجد وحسينا مع الشخص ده بالأمان وشفنا إنه الوحيد اللي بيخاف علينا، وبعد فترة نبدأ نحس إن الشخص ده ما كانش قد الثقة اللي اديناها له، وإن الشخص ده ظلمنا بسهولة وضيع مجهودنا وضيع وقتنا وربنا يسامحه. فأول قرار بيجي في بالنا وهو الانتقام. أنا لازم أنتقم من الشخص ده علشان ضيع وقتي، لازم أنتقم من الشخص ده علشان ظلمني، لازم أنتقم من الشخص ده علشان داس عليا، لازم أنتقم من الشخص ده علشان خاطر علقني بيه وبعد كده سابني وبعد عني. في الحلقة دي ومن خلال كتاب فن الانتقام هنتعلم ازاي نرد الألم ألمين. بس السؤال المهم اللي عايزه يشغل بالك شوية، هل فكرة اننا ننتقم من الأساس صح؟ طيب خلينا كده نغوص جوه الكتاب ده ونشوف. الجزء الأول من الحلقة هيكون عبارة عن تحليل للكتاب، والجزء الثاني هيكون عبارة عن إجابة للسؤال اللي سألته ليك، هل الانتقام صح؟ والجزء الأخير هفهمك فيه ازاي تقدر تتعامل مع الظلم ولكن من غير انتقام، يعني من غير ما تتعب نفسك أصلا. أول حاجة مؤلف كتاب فن الانتقام قالك إن الانتقام لو اتعمل أصلا بطريقة ذكية مش بس هيعاقب اللي ظلمك، ولكن هيعلمه درس كبير جدا عمره ما هينساه، ولكن بدون ما تخسر حاجة، لا تخسر كرامتك ولا تخسر نفسك ولا أي شيء. يعني مش لازم تروح تكسر دماغه وتقدر تاخد حقك من تحت لتحت. وده اللي بنفهمه لناس كتير، إن أي حد تجاهلك، شريك حياتك ظلمك، حد بيكلمك بأسلوب مش كويس أو تعدى حدوده معاك، وانت عاتبت الشخص ده كتير علشان خاطر يغير من أسلوبه ويغير من طريقته معاك، ولكن الشخص ده بكل بساطة لسه مكمل في الأذية أو لسه مكمل في التجاهل أو لسه مكمل في السلوك السلبي اللي بيستخدمه ضدك. طيب إزاي تقدر تاخد حقك بقى من الشخص ده بدون ما تخسر كرامتك ولا تخسر هيبتك ولا تخسر قيمتك من الأساس؟ خلينا نبدأ بأول حاجة وهي الصبر سر النجاح. والكاتب هنا أشار إن الصبر مش مجرد انتظار، ولكن ده سلاح قوي جدا. يعني لما تفضل هادي وتخطط كويس هتقدر تضرب صح وفي الوقت الصح وفي المكان المظبوط بدون ما حد يحس بيك. وكلنا عارفين المثل اللي بيقول أخذ الحق حرفة. فلما تتسرع بالرد واندفاعية غالبا هتلاقي نفسك في النهاية بتخسر وهتندم على ده كمان. زي بالظبط شريك حياتك لما كنت بتحاول طول الوقت تبين عيوبه وعايز ان شريك حياتك يبطل السلوك السلبي اللي بيستخدمه معاك، او كنت بتعاتب الشخص ده باستمرار علشان خاطر يهتم او علشان خانك، فدايما ردة فعله عليك في الوقت ده ان بيبدأ يعيش دور الضحية ويبدأ يشوف نفسه عليك ويقلب الترابيزة عليك كمان. ولكن لما تبدأ تشتغل على فكرة الانتقام المريح، هنا بتبدأ تاخد وقت في انك تتعود تدرس عدوك الاول اللي انت محتاج انك تنتقم منه، او تدرس الشخص اللي محتاج انك تنتقم منه وتقدر تفهم نقاط ضعفه كويس جدا. ومع اول غلطة بقى هتبدأ تكشف الشخص ده قدام نفسه ان هو ولا حاجة، وانت دايما شايف ان الشخص ده فاشل. والكاتب هنا شبه الانتقام الذكي بلعبة الشطرنج، كل ما انت خططت على المدى البعيد كل ما كانت الهزيمة اقوى وهترتاح نفسيا. فلو عرفت بقى يا بطل انك تتحكم في اعصابك هتقدر تاخد حقك من غير ما تخسر اي حاجة. النقطة التانية وهي عبارة عن انتقام بدون اذى، وده معناه انك ما ينفعش تبقى زي الشخص اللي اذاك علشان خاطر تنتصر عليه. ولكن فكرة الانتقام من غير اذى مش معناها انك تبقى ملاك وتضيع حقك، ولكن فكرة انك تاخد حقك بذكاء بدون ما تتحول لشخص سلبي زيهم. والفرق بقى بين التأديب والإيذاء، والكاتب كمان قال حاجة عميقة جدا في الجزء ده، انك ما تخلطش بين انك تصلح الموقف وانك تتحول لظالم جديد. والتأديب الذكي هدفه تصحيح الاخطاء مش انك تعذب الطرف التاني، وده طبعا عن طريق ادوات معظمنا عارفها كويس جدا، وهي القانون او المنطق او الذكاء الاجتماعي. وده علشان توصل لنتيجة التوازن ولكن بدون خسائر جانبية. زي مثلا شريك حياتك بتعود ان يعاملك باسلوب سلبي، فتبدأ انك تروح مثلا تتهم شريك حياتك بحاجة هو ما عملهاش علشان خاطر بس انك تنتقم منه. ده اسمه تأديب، ولكن في نفس الوقت اسمه تلفيق تهمة. طيب الإيذاء الانتقامي او الإيذاء الأعمى، لما تحاول تغضب وقت النزاع وتبين ان النزاع ده أثر في نفسيتك، بيحصل جواك حاجة اسمها إشباع غضب، ولكن بلا ضوابط وأدوات بتكون عبارة عن عنف أو مثلا الأكاذيب أو التدمير، ونتيجة ده بتكون عبارة عن دوامة من الكره ملهاش أي نهاية. والكاتب هنا أكد ان التأديب مهمته بس ان
دايما يعلم درس، ولكن الإيذاء مش بيوصل لأي نتيجة غير إنه بس بيبدأ يخلق أعداء. التأديب فعلا بيخليك تتحكم في المواقف الصعبة اللي بتمر بيها، لكن الإيذاء بيخليك دايما عبد لأفكارك السلبية. في التأديب انت دايما بتكون القاضي، ولكن في الإيذاء انت دايما بتكون المجرم. ومعنى كل ده في جملة مهمة جدا عايزك تحفظها: فكرة انك تاخد حقك من غير ما تضحي بمبادئك ده بيكون أعلى مستوى من الذكاء الاجتماعي. الجزء الثاني من الحلقة وهو إجابة على السؤال اللي سألناه في بداية الحلقة: هل الانتقام صح؟ كل النقاط اللي اتكلمنا فيها هي حلوة جدا وناجحة، ولكن اللي مش واخدين بالنا منه إن الانتقام ممكن يدخلك في دايرة اكتئاب حاد. هقول لك حاجة يمكن تصدمك: لو انت اتظلمت من حد أيا كان مين وانت انتقمت منه وخدت حقك بالانتقام، نفسيا من جواك هتلاقي نفسك بترتاح يوم وبتضحك يوم، لكن نفسيا عمرك ما هتقدر تنسى الجرح خالص. وخلينا نكسرها مع بعض علشان أفهمك بسهولة. لأن أول حاجة الذاكرة مش بتشتغل بالمنطق، لأن المخ بيخزن الأذى النفسي في حاجة اسمها اللوزة الدماغية. اللوزة الدماغية هي بتكون بحجم حبة اللوز تقريبا، ولكن وظيفتها بتكون خطيرة جدا. واللوزة الدماغية دي إزاي بتقدر تشتغل مع الأذى النفسي؟ تخيل معايا كده أي موقف مؤلم أنت ممكن تمر بيه، عبارة عن مثلا خيانة، عبارة عن إهانة، عبارة عن ضرب، عبارة عن سب. فالصدمة اللي بتحصل دي بتبدأ تدخل عند اللوزة الدماغية قبل العقل الواعي، وبتبدأ تتفاعل في ثواني مع الأذى اللي بيحصل أسرع من فكرة إدراكك للموقف اللي بيحصل حواليك نفسه. واللوزة الدماغية ليها طريقتين بتسجل بيهم الألم. أول طريقة بتكون كيميائية، وهي إنها تبدأ تخلق ليك التوتر اللي هو أصلا هرمون الكورتيزول. الطريقة التانية وهي عصبيا، بتبدأ تخلق وقت المشكلة أو وقت الصدمة مسارات جديدة ومختلفة بين الخلايا العصبية، فتبدأ بقى تخزن جواها تفاصيل حساسة جدا زي مثلا ريحة، زي لون، زي صوت معين، وبتسجل ردود فعل جسدية زي خفقات القلب وقت الصدمة اللي بتحصل معاك أو النزاع. عايزك تتخيل معايا الفرق بين الجرح الجلدي والجرح الجسدي. جرح اللوزة الدماغية بيكون عبارة عن صدمة اللي حضرتك أصلا بتبدأ تتعرض ليها، سواء خيانة، سواء كذب، سواء أيا كان، بتتخزن جوه اللوزة دي لسنين كبيرة جدا. ولكن جرح الجلد بيعيش معاك أيام وينتهي. واللوزة الدماغية الألم بيتم تنشيطه فيها بالذكريات، أما الجرح الجلدي فالألم بيقل بالعلاج. طيب ليه الانتقام مش بيمسح الذكريات؟ لأن أول حاجة اللوزة مش بتفهم العدالة. يعني حتى لو أنت انتقمت من الشخص ده وأخدت حقك من الشخص ده، هي هتفضل مسجلة الصدمة اللي حصلت بينك وبينه، أو هتفضل مسجلة النزاع اللي حصل بينك وبينه. وكل ما تحاول إنك تزود فكرة الانتقام وتقتنع بيها أكتر، كل ما الروابط العصبية للصدمة بتفضل معروضة قدامك باستمرار. ده غير بقى إنك بتفضل عايش طول حياتك في سجن الماضي. والمرضى اللي بيكون عندهم تلف في اللوزة الدماغية بيقدروا ينسوا الإهانات بسهولة جدا. طيب إزاي نقدر نطفي اللوزة الدماغية دي علشان نقدر نسيطر على الماضي؟ هقول لك على 3 حلول مهمين جدا جدا. أول حل وهو إعادة التفسير، عن طريق إنك بدل ما تشوف نفسك مظلوم أو اتظلمت من شخص، لا تبدأ تشوف إن ده درس أنت اتعلمته واستفدت منه كتير، ودي تجربة خلاص عدت من حياتي مش أكتر من كده. الحل التاني وهو التعرض التدريجي، وده عن طريق إنك تروح لمعالج أو مختص وتبدأ تتكلم معاه. الحل الثالث وهو السيطرة الكيميائية زي تمارين التنفس العميق اللي بيساعد إن هرمون الكورتيزول يكون قليل جدا. النقطة اللي بعد كده إن فكرة انتقامك من الشخص التاني مش هتكون أحسن حاجة ولا هتكون فكرة كويسة، ده غير إنك هتندم جدا بعد كده. فالكاتب نبه على إن فكرة الانتقام هي بتكون عبارة عن كفن، ولكن مش بيكون ده الحل. ولكن لو حد ظلمك، الحل الأذكى هنا هو إنك تسامح وتتجاهل. ولكن لو أنت قررت إنك ترد أو مصمم على إنك ترد، يبقى لازم في الوقت ده تخليك ذكي جدا 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 من غير ما تخسر أخلاقك. الجزء الأخير وهو إزاي تتعامل مع الظلم ولكن من غير انتقام. أول حاجة وهو النسيان أقوى انتقام في إنك تشوف نفسك دايما الأقوى. أنت أقوى من الشخص اللي ظلمك ده. وأهم حاجة اوعى تسمح لحد إن يتحكم في مشاعرك. رقم 2 اثبت إنك أحسن منه عن طريق النجاح. لو حاولت إنك تنجح وتطور من نفسك ده هيكون أفضل بشكل كبير جدا. رقم 3 حاول على قد ما تقدر إنك تسامح علشان نفسك، لأن الكراهية بتتحول لسم في دماغك مش في دماغه. وأخيرا الانتقام دايما ممكن يكون فن، ولكن التسامح بيكون أعظم. الكتاب ده على فكرة كويس جدا جدا ويستحق القراءة، ولكن نصيحة مني حاول إنك تكون حكيم وانت بتطبق الأفكار اللي موجودة في الكتاب ده، خصوصا إن فيه أساليب كتير أنا ما اتكلمت
اتكلمتش عنها لأن أنا شخصيا أرفض تطبيقها تماما. في النهاية قول لي في الكومنتات أنت شايف الانتقام صح ولا غلط؟